أهلا بكم. دي رحلتي في عالم البرمجة على قناة كودي واي. أيوة، أنت اللي قاعدة أو قاعد بتتفرج دلوقتي. هل عمرك حسيت إن المشكلة كبيرة قوي ومش عارف تبدأ تحلها؟ إنك تحل أي مشكلة برمجية أو حياتية من غير ما تتوه. النهاردة هكشف لك السر اللي كل المبرمجين الناجحين بيستخدموه. فرق تسد. قسم أي مشكلة كبيرة لمهام صغيرة وواضحة، وخلي كل خطوة في مكانها الصح. استعد، لأن الطريقة دي هتخلي أي مشروع ضخم، لعبة، برنامج، أو حتى أي تحدي تواجهه سهل وحلو. يلا بينا نفهم مع بعض إزاي نفكك أي مشكلة ونحلها خطوة خطوة. تعريف فرق تسد. فرق تسد يعني تقسيم أي مشكلة كبيرة لمهام صغيرة وواضحة. ليه ده مهم؟ لأن أي حاجة كبيرة من غير تنظيم يساوي إحباط أو فشل. لو حاولت تعمل كل حاجة مرة واحدة هتحس بالتشتت. أمثلة حياتية واقعية. مثال واحد: ترتيب غرفة. مش هتمسح الغرفة كلها مرة واحدة، هتقسمها: رف الكتب، دولاب الملابس، الأرضية، المكتب. مثال اتنين: تحضير وجبة معقدة. المكونات، التحضير، الطهي، التقديم. مثال ثلاثة: تنظيم رحلة. اختيار المكان، حجز المواصلات، تجهيز شنط السفر، جدول الأنشطة. أمثلة برمجية بسيطة. مثال واحد: لعبة بسيطة أو برنامج تسجيل دخول. واحد: تحديد الهدف، اللاعب يدخل بياناته. 2: تقسيمه لمهام واجهة، تحقق من البيانات، ردود الأخطاء. 3: حل كل جزء لوحده. 4: دمج الأجزاء لبرنامج كامل. أخطاء شائعة للمبتدئين: البدء بالكود بدون فهم المشكلة، النسخ واللصق من الإنترنت بدون تحليل، تجاهل تقسيم المشكلة، فشل المشروع. كيف تطبق فرق تسد؟ خطوات عملية: 1. اقرأ المشكلة بالكامل. 2. حدد النتيجة المطلوبة. 3. قسمها لمهام أصغر. 4. اكتب خطوات الحل لكل جزء. تشبيه خريطة طريق: كل محطة تمثل مهمة صغيرة، ده يضمن إنك تعرف تمشي خطوة خطوة بدون تشتت. تمرين تفاعلي مع المشاهد. سؤال للمشاهد: أنت عندك مشكلة ترتيب مكتبة كبيرة، قسمها لمهام صغيرة خطوة خطوة وحاول تحلها. بعد 20 ثانية نعرض الحل النموذجي. 1. ترتيب الكتب حسب النوع. 2. ترتيب الرفوف. 3. ترتيب مكتب الدراسة. 4. تنظيف الأرضية. الخلاصة: فرق تسد مفتاح التفكير البرمجي الناجح. أي لغة هتتعلمها بعد كده هتبقى سهلة. التفكير البرمجي ثابت، اللغات والأدوات تتغير. تمهيد للجزء الرابع. هنتعلم يعني إيه خوارزمية وإزاي نفككها بطريقة سهلة جدا خطوة خطوة. شورتس، صيغة سؤال وجواب. إزاي أحل مشكلة كبيرة من غير ما توه؟ جواب: فرق تسد، قسمها لمهام صغيرة وواضحة. سؤال: أبدأ بالكود ولا أفهم المشكلة؟ جواب: افهم، قسم، حل، بعدين اكتب الكود. سؤال: هل ده هيساعدني على أي لغة؟ أيوة، التفكير البرمجي ثابت مهما اللغة تغيرت. الخاتمة: دلوقتي انت فهمت السر اللي كل المبرمجين الناجحين بيستخدموه. فرق تسد، أي مشكلة كبيرة ممكن تتحل خطوة خطوة بدون ارتباك. لو طبقت الطريقة دي صح هتلاقي أي مشروع صعب، أي لعبة معقدة، أي برنامج ضخم كله سهل وممتع. ما تنساش، التفكير الصح هو اللي يخلي أي لغة برمجة سهلة بعد كده. الكود واللغات تتغير، لكن عقلك المنظم ثابت معاك طول الوقت. استعد للجزء الرابع. هنتعلم يعني إيه خوارزمية وإزاي نفككها بطريقة سهلة جدا خطوة خطوة. لو عجبك الفيديو اشترك وفعل الجرس وخليك معانا على كود واي عشان تكمل رحلتك مع البرمجة.